السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لا تنسوا الضغط على الإعجاب ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في هذا الفيديو سنناقش البلاغ الذي أصدرته وزارة الدفاع الجزائرية أمس بعد سكوتها وصمتها الرهيب لمدة 4 أيام، وأخيرا خرجت ببلاغ فيه أو يعالج 3 نقط رئيسية. كتحاول بهذا البلاغ هذا أنها تبعد عليها الجريمة اللي قامت بها، وفي هذا البلاغ قامت بواحد الاستبعاد، بواحد انها كاع ما في خبرها شنو طاري، بحال زعما الجيش الجزائري بريء مما فعل. وغادي نقراو عليكم البلاغ، وغادي تعرفوا الحيثيات ديال البلاغ. البلاغ يقول: خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023 في حدود الساعة 7:47 مساء 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية. اختراق زعما راه شي حاجة. وزارة الدفاع الجزائرية وبعد إطلاق تحذير صوتي، كيقولوا بأنهم حذروهم بتحذير صوتي وأمروهم بالتوقف عدة مرات، زعما قالوهم بزاف المرات توقفوا ورجعوا للور، الذي قوبل بالرفض، وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة. دراجة مائية تقوم بمناورات خطيرة، كيفاش؟ الله أعلم. دراجة مائية تقوم بمناورات خطيرة، زعما دراجة مائية واش آلة فيها السلاح، فيها شي حاجة اللي خطيرة؟ هذا الغباء ديال التعبير، وحتى الغباء ديال استبعاد الجريمة تدخل في هذا المجال هذا. وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، باش يزيدوا يبعدوا عليهم الشبهات، ويبعدوا عليهم أن الجريمة قامت بها جنود خفر السواحل الجزائرية. كيحاولوا يتهربوا بهذا الأسلوب هذا، أن المنطقة تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة. وأمام تعنت هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخرون بالفرار. وزارة الدفاع الجزائرية في يوم الأربعاء 30 أوت 2023، هذا الشيء اللي قلنا قبل كان كيوقع في 29، ونهار 30 سيدي قالوا في حدود الساعة 5 مساء، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري. شكون اللي غيكون قتلها من غير هذوك اللي كيديروا المناورات بالأسلحة؟ واش هذا ماشي غباء؟ هذا راه المثال الملموس للغباء. شكون جنود الخفر السواحل الجزائرية تابع للجيش الجزائري قام بمناورات،
بمناورات تحذيريه، يعني نقولوا حنا مصدقينكم ودرتوا مناورات تحذيريه. اذا نتوما اللي غتكونوا قتلتوا هاد الناس هادو، ما كاينش شي حد من غيركم. مادام انكم بعد يعني يوم اخر يعني سميتو الحرس السواحل قاموا بانتشال الجثة في نفس المكان، تبين على أنها يعني مصابة بطلق ناري. يعني النتيجة واضحة، ما كتحتاج تحليل وما كتحتاج تفكير. إذن الجريمة ثبتت وبالملموس. وزارة الدفاع الجزائرية ندعو مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي، الناس ديال التيك توك والناس ديال الفيسبوك، كيقول لهم ودي بلا ما تحاولوا تسيئوا الصورة ديال الصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي. يعني عندكم كيخافوا على الصورة ديالهم، حيت راه مازال زعما صورة نقية والجيش ما عنده حتى شي ذنب في هاد الجريمة هادي. والله عطانا وجهكم، زعما ما كتمرقوا ما كتحشموا. الجريمة ثابتة في حق القوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية بين المغرب والجزائر في بحر السعيدية. هذا الأمر لا مفر منه، الجريمة ثابتة وبالدلائل. بالرغم من أنكم كتحاولوا يعني تهربوا وتستبعدوا الجريمة، ولكن هيهات هيهات، كل الأدلة ضد هاد الناس هادو. تحياتي للجميع.